السلام عليكم أصدقائي. طريقة الهجوم تاون 10 على تاون 10. طبعا أصدقائي في كتير عالم عم تهجم بلا دعم، في كتير عالم عم تهجم جرعاتها مو ظابطة. طيب أنا شلون أضبط الجرعات؟ لازم بالبداية قبل ما تضغط كلمة هجوم تضغط كلمة هجوم، بعدين بيعطيك حسنا. تمام؟ هون لازم تتفقد إنه التنين كامل، جرعات كاملة، الدعم كامل، الملوك كاملين. بعدها بنضغط على استكشاف. فطريقة الهجوم أنا بدي روح العمال، وبدي روح هذا المعسكر لحتى نزل الملكة وخلي الملكة بشكل مستقيم تضرب برجين النار. تمام غوالي؟ أول اشي راح أحط عليهم زلزال، والزلزال لازم يكون على برج النار، والدفاع الجوي لازم أنزل عليهم لحتى يتضعضعوا لحتى أقدر أهجم. راح نبلش أصدقائي. هجوم. مثل ما قلنا بالبداية راح أحطه من هون، من هي الجهة للملك، مشان ما يسرد على هذيك الجهة. راح أحط الملك هون، بعدها راح يجي على الجهة الثانية. شوفوا، بعدها راح يجي على أقرب زاوية. تمام؟ بعدها راح أجهز الملكة أنا بس ينظف هاي. هلأ راح نزل الملكة ودغري أفعل الخاصية. ضرب الاثنين، بعد ما ضربهم زلزال. تمام؟ بعدها برق. هون كمان برق. تمام؟ خلصنا من أول واحد. بعدين ننتقل بنحط بين الأبراج، بين دفاعين. تمام؟ لحتى دمر أكبر عدد. هلأ هيك ضل عندي هاد، وبعدها أصدقائي بهجم. خلص نزل كل الجيش. وهيك أصدقائي بنكون خلص يعني يعني مسح ما في. حتى لو الدعم عنده، حتى لو شو ما عنده، الخصم راح منه دفاعات كتيرة بالبرق والزلزال وسهم الملكة. أهم شي استخدمناهم صح، راح منه دفاعات كتيرة، يعني ما ضل عنده شي. فهي الشغلة ما بدها، هي بدها بس شوية تركيز مو أكتر. بهي الطريقة بيعرف إنك القائد، إنك شخص متمرس. أما في بعض الهجمات الناس بتضرب بس على الدفاع الجوي، بس جرعات البرق. ما بيصير. لازم نضرب الجرعات بين الدفاعين لحتى ندمر أكتر عدد من الدفاعات. هي أول هجمة أصدقائي. الشغلة الثانية اللي بدي نبهكن عليها إنه الهجوم بالحرب بيعطيكن الجواهر اللي هن لخاصيات الملوك. يعني هجومك بالحرب بفيدك. عندي 459 21 3، هدول لخاصيات للملوك. يعني كل هجمتين عندي تقريبا شي 1000. تمام؟ لا تنسوا الاشتراك، والسلام عليكم.